السلام عليكم. الاشتراك في القناة مهم بالنسبة لنا، وتفعيل الجرس أهم. من فضلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. تحياتي لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين مشجعين ومتابعين الرياضة بصفة عامة في كل مكان، مرحبا بكم في فيديو جديد وأخبار جديدة وشيقة. أخبارنا الرياضية النهاردة فيها العديد من الأحداث الكروية. الفيديو هيبقى طويل شوية علشان فيه أخبار مهمة، سامحوني عشان هيبقى فيه أخبار مهمة. أهم أخبارنا النهاردة إن النادي الأهلي بيدي درس لجميع الفرق الرياضية بصفة عامة والفرق المصرية بصفة خاصة، وبيثبت النادي الأهلي كل يوم عن يوم إن التنافس الشريف لا يهم البطولات، وإن سلامة المنافس وجماهيره أهم عند النادي الأهلي من أي ألقاب. المهم لابد أن تسود الروح الرياضية بجميع أرجاء الدنيا. المهم إن النادي الأهلي بيحرص على أن تسود الروح الرياضية جميع أرجاء الدنيا. النادي الأهلي بيثبت إن القيم والمبادئ والأخلاق لا تتجزأ بالمرة، ومهما حاولت يعني مش ممكن توصل للي بيعمله الأهلي، لأن النادي الأهلي دايما بيفكر بصفته الكبيرة وبعقلية احترافية ولن تصل إليها الأندية التانية. وإن الأندية الباقية جنب النادي الأهلي ولا حاجة. الأهلي بيفرط في بطولة كبيرة زي كأس السوبر، هتقول لي الاتحاد كان متقدم بفرق كبير من الأهداف وكان قاب قوسين أو أدنى من الفوز بالبطولة، هقول لك ماشي، بس النادي الأهلي ما زال طرف في المباراة ولحد الآن لم يبد في نتيجة المباراة سواء بالإعادة أو بالاستكمال. النادي الأهلي وفر مجهود ووقت وتنازل عن البطولة، أو بمعنى أدق يتنازل عن استكمال المباراة، وكمان بعت للاتحاد تهنئة بالفوز بالبطولة. أنت عظيم يا أهلي، ولسه بتدي دروس لأصحاب النفوس الضعيفة، أصحاب التعصب الأعمى. عايزين نحط 300,000 خط تحت التعصب الأعمى في المجال الرياضي بصفة عامة. المهم النادي الأهلي بيبعت برقية لنادي الاتحاد بنهنيه بالبطولة. المهم واحنا كجمهور ألف مبروك للاتحاد السكندري كأس البطولة، وهارد لك للنادي الأهلي البطل بأخلاقه وأخلاق مسؤوليه وجماهيره الوفية اللي بتقف دايما في وقت الشدة. نيجي بقى للخبر الأساسي. الخبر بيقول اتحاد السلة بيوافق على طلب النادي الأهلي ويمنح الاتحاد السكندري لقب كأس السوبر. النادي الأهلي بيقول إيه بقى في الجواب لاتحاد الكورة؟ بيقول النادي الأهلي ومجلس إدارته يديكم أرق تحيات وتمنيات لاتحادكم الموقر بدوام التوفيق لخدمة لعبة كرة السلة المصرية. وبمناسبة الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر بين النادي الأهلي ونادي الاتحاد السكندري يوم 24 ديسمبر الماضي، وسقوط حاملة كاميرات البث على الجماهير، يترتب على ذلك عدم إكمال المباراة، يطيب لنا التعبير عن سعادتنا بشفاء المصابين من جماهير نادي الاتحاد الشقيق وعودتهم إلى أسرهم. وانطلاقا من الروابط التاريخية بين النادي الأهلي وشقيق نادي الاتحاد، والعلاقة بين الناديين الكبيرين التي كانت وستظل دوما أفضل من أي بطولة، ننهي إلى سادتكم قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بالتنازل عن أي حقوق للنادي لهذه البطولة، ورغبتنا في تتويج نادي الاتحاد السكندري ببطولة السوبر تقديرا لجماهيره التي تألمت في هذا اليوم، وفريقها الذي كان متفوقا بعدد من النقاط ولم يكن يتبقى من زمن المباراة سوى فترة واحدة. وبعيدا عن أي تفاصيل تخص الجوانب الفنية والنتيجة، فإن النادي الأهلي يبارك تدوير نادي الاتحاد بهذه البطولة وإسعاد جماهيره العاشقة للعبة كرة السلة، والتي ترتبط مع جماهير النادي الأهلي بروابط وثوابت تعكس القيم السامية للرياضة. كم أنت كبير وعظيم يا أهلي. نخش في الأخبار. الخبر اللي معانا بيقول كهرباء في قائمة الأهلي كأس العالم للأندية. ده خبر جديد. افترض هذا الفن الأهلي القائمة الأولية للفريق الذي سيخوض بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل. واستقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على قيد 35 لاعب استغلالا للوائح الفيفا في القائمة الأولية، والتي سيتم تقديسها إلى 23 لاعبا مع إضافة استبدال لاعبين بحلول يوم 30 يناير المقبل.
القايمة فيها مين بقى؟ فيها اللاعب محمود عبد المنعم كهربا بانتظار حسم موقفه من الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد انتهاء عقوبة إيقافه في 11 يناير الجاري. القايمة كمان القايمة الأولانية بتضم لاعبين الجديدة، اللاعيبة الجديدة اللي من ضمن الفترة الأخيرة، وهم محمد الضوء كريستو وخالد عبد الفتاح، مع انتظار حسم صفقة مروان عطية لاعب وسط الاتحاد السكندري التي أعلن نادي الزمالك الانسحاب منها قبل يومين. في المقابل خرج من قائمة الثنائي المصاب بقطع في الرباط الصليبي أكرم توفيق وفريق. القايمة بتضم كل من حراسة المرمى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزة علاء. في الدفاع محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أيمن أشرف، محمد مغربي، محمود متولي، علي معلول، محمد أشرف. خط الوسط عمرو السليمي، حمدي فتحي، أليو ديانج، محمد فخري، عمار حمدي، أحمد نبيل كوكا، حسين الشحات، رأفت خليل، محمد مجدي قفشه، مروان عطية. الهجوم برونو سافيو، محمد الضوء كريستو، أحمد عبد القادر، ومصطفى سعد ميسي، ومحمود كهربا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد شريف، وشادي حسين، وبيرسي كوني. الأهلي بيستعد لإعلان صفقة مروان عطية. النادي الأهلي بيستعد لإعلان صفقة مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري، ويقرر أن يصل مروان عطية للقاهرة خلال الساعات المقبلة من أجل الخضوع للكشف الطبي قبل الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة. ويترقب جمهور النادي الأهلي إعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة لتدعيم خط الوسط، بعد ما أنهى النادي الأهلي كافة الإجراءات الرسمية وجميع التفاصيل الخاصة بالصفقة. تفاصيل صفقة مروان عطية بتكلف النادي الأهلي 2 مليون جنيه ل2 لاعيبة على سبيل الإعارة. ال2 لاعيبة هو محمد محمود وعمر حمدي، ممكن على ما أظن محمد محمود أو عمر حمدي. القيمة التسويقية للاعب مروان عطية 250,000 يورو. اللاعب من مواليد 1/8/98 وبيبلغ من عمر 24 عام. ده بخصوص مروان عطية. أما بالنسبة للصفقة الثانية اللي النادي الأهلي بدأ يتحرك فيها وبدأ يدخل فيها بكل قوة وإن شاء الله تتم، هي صفقة وادي جان كراسو مهاجم فريق سانت إتيان الفرنسي. اللاعب بيمتلك سيرة ذاتية قوية ومحتل حاليا صدارة هداف دوري الدرجة الثانية الفرنسي برصيد 8 أهداف، وبيقدم مستويات أكثر من رائعة ومميزة مع الفريق الفرنسي، وهو لاعب قوي جدا ومهاري وهداف، وإن شاء الله النادي الأهلي يخلص فيه في الجنوب بإذن الله. الضوء عبد الفتاح بينتظموا في التدريبات الجماعية. محمد الضوء وخالد عبد الفتاح ثنائي الفريق الأول لكرة القدم والمنضمين حديثا انتظموا في التدريبات الجماعية الفريق اللي أقيمت النهارده صباح اليوم على ملعب التتش. وحرص لاعبو الفريق على الترحيب بالثنائي المنضم حديثا خالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي قبل المران الجماعي بشكل كوميدي زي ما بيحصل مع جميع اللاعبين، ان اي حد بيروح للنادي الاهلي الجديد يعملوا له ممر شرفي علشان يحتفلوا بيه، ولكن الاحتفال بيكون بطريقه كويسه جدا. بيعملوا ممر شرفي واللعيبه الجديده بتمر من خلال الممر الشرفي، وعليه انه يتفادى الضرب واللي يحصل على دماغه. لو اللعيب ما وقعش في النص يبقى كده خلاص عدى الاختبار بالتمام. اظن دي مداعبه جميله جدا من النادي الاهلي بتحصل مع اي لعيب منضم حديثا للنادي الاهلي. بنتمنى التوفيق لاثنين لعيبه مع دوام التوفيق للفريق باكمله ان شاء الله في بطوله الدوري العام وبطوله كاس العالم للانديه. الخبر الثاني طاهر محمد طاهر لاعب الفريق بيشارك النهارده في التدريبات الجماعيه على ملعب مختار التتش استعدادا لمباراه المصري. طاهر كان بيعاني من اصابه بجزع في الرباط الداخلي للركبه واللي ابعدته عن المشاركه في المباريات اللي فاتت مع الفريق. الحمد لله طاهر بيتعافى من الاصابه وبيشارك بشكل جزئي في التدريبات الجماعيه. وكمان بيستوى بيبدأ المشاركة التدريبية في التدريبات الجماعية بعد ما اختتم اللاعب برنامج التأهيل للمنتخبات وعلى الفنان والدعم والجهاز الطبي بقيادة الدكتور أحمد أبو عدلة طبيب الفريق. لاعب
ساعتين من الإصابة في العضلة الخلفية. بعد التدريبات مباشرة اللاعب عمل تدريبات منفردة في الجيم. الخبر اللي جاي عن الخبرين اللي جايين عن نادي الزمالك، مرتضى منصور بتصريحات المستفزة طبعا، وتصريحات اللي ملهاش أي لازمة 30 لازمة، بيصرح أي تصريحات خلاص زي ما بيقول في كل فيديو. مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بيقول إن مروان عطية لاعب الاتحاد السكندري وقع على عقود انضمام لنادي الزمالك، مشيرا إلى أنه سيتقدم بدفع ضد اللاعب حالة تعاقد مع نادي آخر. وقال مرتضى كمان مروان عطية كلاعب مغمور في نظره، فهو ليس عبد الله السعيد أو نبيل عماد دوني، وفريرا لم يطلب ضمه للزمالك من أصله. متابع وقال رئيس نادي الزمالك لقد وقعت مع مروان بالفعل، ولو انضم لأي نادي آخر سأقدم إلى عقود وأوقات، كما أنني أمتلك ما يثبت حصولي على إذن من إدارة الاتحاد للتفاوض مع اللاعب. وبيقول كمان أنا مش تلميذ، وبيقول إن الزمالك مش محتاج مروان عطية في الوقت الحالي وانسحبنا من الصف. لما كنت بفاوض مروان عطية ما كانش عندي لعيبة في خط الوسط، وعندي دلوقتي حاليا نبيل عماد ورؤى وعمرو السيسي. وقال مرتضى منصور كمان الأهلي دايما بيتعاقد مع صفقات مضروبة ولاعيبة بيعانوا من إصابات مزمنة، من بينهم أكوتي منساه ومروان محسن وبرستان. طبعا تصريحات مستفزة ولا لها أي تدخل في الاسم. الزمالك بيطلب حكام أجانب لمباريات في الدوري، بس المشكلة هو الزمالك حق إن هو يطلب حكام أجانب لمباريات المتبقية كلها في الدوري. محدش يقدر يقول في الثلاثة كده، محدش يقدر يقول في الكلام ده. بس للأسف الحكام المفروض بتيجي على نفع النادي اللي هو طالب الحكام. إدارة نادي الزمالك عايزة تخلي الحكام تيجي على نفع اتحاد الكورة، وده ما يصحش وده ما ينفعش. وممكن يلبوا رغبة إدارة نادي الزمالك ويبعتوا يجيبوا حكام لجميع مباريات نادي الزمالك في الدوري على نفقة الاتحاد، ودي ممكن تحصل من تحت الترابيزة. إلى هنا بتنتهي أخبارنا الرياضية. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في أخبار رياضية قادمة. شكرا لكم وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.